السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا إن شاء الله هو علامات خروج العين حتى لا أطيل. بالنسبة لخروج العين له علامات عندما يصاب الإنسان بعين، وكذلك عند علامات يشعر بأعراض، وعند خروجها يشعر بخفة وراحة. علامات خروج العين إخوان، الدموع بشكل ملفت للنظر، وكذلك التثاؤب المتكرر، كذلك التعرق يشعر المصاب بتعرق، يتعرق الشخص بشكل مفاجئ كعلامة، هذه علامة من خروج العين. كذلك الرغبة في القي، قد يشعر الشخص برغبة في القي، خصوصا هذه الأعراض عند قراءة القرآن وعند الرقية أو في جلسة الرقية. ومن علامات خروج العين تحسن مفاجئ في الحالة الصحية، الشخص يعاني من أعراض جسدية مثلا ثقل، أوجاع، ضيق، وسوسة، نفور، عندما يحس بتحسن فهذه علامات خروج العين. خصوصا هذه العلامات منها التنميل، منها ألم ووخز تحت الأظافر، وكذلك الكدمات هذه تخرج بعد أو قبل الحصة، الكدمات، وكذلك الحكة، هذه كل خروج عين. إسهال بشكل مفاجئ عند قراءة القرآن أو عند سماع لحصص الرقية. هذه بعض العلامات ومبشرات إن كان المصاب يسمع الرقية أو يقرأ أو يتابع برنامج علاجي معين. ظهرت هذه العلامات فهي جيدة، وننصحه أن يستمر بإذن الله عز وجل حتى تزول جميع الأعراض ويشعر بالخفة التامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.